السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رجالة؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. طبعا ان شاء الله النهارده الفيديو بتاعنا هنتكلم على ايه؟ ازاي نعالج النتاية المليسة اللي هي ما بتبيضش، يعني او كانت بتبيض وبقالها فترة ما بتبيضش، وهقول لكم ازاي تعرفوها برضو. خلاص. طبعا بقالي يومين ما نزلتش فيديو. الدنيا بص اقول لكم دلوقتي الدنيا عاملة ازاي. الدنيا الشتا نازل ايه، ما مش سايب حاجة، والشمس طلعت تضرب في وشي ايه. فان شاء الله ايه هنزل لكم فيديو ده ممكن النهارده او بكره. خلاص عقبال ما ايه هنعمله، نشوف حكاية الشتا ده. طبعا زولوت انا بقالي كده اليومين اللي ما نزلتش فيهم الفيديو ده او 3 ايام مش فاكر، ما كنتش بدشره. اخر مره كنت مدشره لما قلت لكم هسيبه نص يوم ومش عارف ايه وعنسى. نزلت لقيته غرقان على الاخر. خلاص طلعت لقيته عامل زي كرتون هدوم. تعالوا اوريكم الدنيا عامله ازاي دلوقتي. هو الماء ما بتخشلوش عامة، يعني بصوا يعني الحمام جوه، انا بس بحط الكلفة جوه بحيث لو الدنيا ايه اما تشتي ما تجيش عليه. ماشي. وش يعني مشمع مداري بس من على الطرف هنا بقى اللي ايه، يعني بصوا فاهمين، هو الهوا بيجي كده، بس ساعات بقى لما يبقى الشتا جامد بيجي ملطش في العش، يعني اخره بصوا هنا ما بيوصلش جوه يعني. بس اللي بيتبهدلوا بقى دي، يعني دي اتبهدلت يعني بصوا حتى الأكلة بتاعتها اتبهدلت معايا. بس أنا حاطط إيه كيسة هنا فوق أقفلها، ودي بس الشتا بقى بيجي مننا. أنا هجيب بقى برضو مشمع وهقفل الصغيرين دول. خلاص هي دي ملهاش لازمة عندي، كنت حاططها كده وخلاص. دي كده كده بايشة خالص بصوا. دي أصلا كنت جايبها من زمان دي، لما كانوا إيه العشش تتعمل من الخشب اللي هو ايه التبن، كانت رخيصة دي يعني 3 ايام دي كنت جايبها ب25 جنيه. لا استنى عشان ابقى عاملين 35 جنيه دول 3. ماشي. خلاص تعالوا بقى ايه نخش في الموضوع. بصوا والله يا رجالة انا حاولت ايه الفترة ديت احاول يعني اجمع الحمام بتاعي كده، عشان الحمام بتاعي قلت لكم بقاله فترة كبيرة واقع وكده. فانا بدأت بالذكورة من ساعة فيديو الخصوبة وكده، فانا بدات بيهم وبدات اديهم عناصر غذائيه ومهم النتايات بس ماشي. قلت ابدا بالذكوره خلاص. والنوتي اهو انا بقى ابدا احاول الاول اعالج المرض اللي فيهم. خلاص يعني مثلا اللي عنده برد اعالجه وكده، بعد كده اديهم بقى الحاجات اللي بتبقى عايزاها النتايه. يعني عندي النتايه اللي قبله دي كشه كده شويه وفي عندها برد، فانا ايه هحاول اتعامل معاها يعني، وبعد كده اهتم بيها. وطبعا عملت تحديق تحت في البيت. خلاص هبقى اعمل فيديو ليكو، اعمل لكم فيديو يعني وانا بعمله كده، وهحطهم عندي، هحطهم في الطاجن دلوقتي. خلاص. بس يا رب ما كده الحمد لله الشتا ما بيخشش جوه. فعامة تعالوا بقى اخش في الموضوع. بصوا بقى الشمس بتضرب في وشي بص اول حاجة معانا اوميجا 3. بصوا او اوميجا 3 اهو، وهجيبها لكم برضه. بصوا يا جماعة هو ده شكله. بسم الله معاكم كده، يا رب يكون باين. ماشي. خلاص اوميجا 3 ده يا جماعة بيجيب من الصيدلية تقريبا شريط ب25 حاجة و20. خلاص طبعا هنعمله ايه؟ ده نبدأ بالنوتي المليسة. النوتي المليسة دي بيبقى ايه اصلا سبب النتاية تبقى مليسة؟ النتاية ممكن تكون مليسة بسبب الاكل الغذائي اللي مش كويس. يعني مثلا لو انت بتستخدم نوع علف معين مثلا زي البادي ده بكمية كبيرة، يعني انت مثلا انا لما اجي احط كلفة الحمام مثلا بيبقى مكونة من ذرة عويجة والذرة الصفراء وممكن بحط نسبة صغيرة من بادي. ليه بقى؟ مثلا نرفع السعرات الحرارية عشان ايه الجو ساقع وكده. ومثلا في ناس بتحط عدس برضو او فاصوليا. خلاص. فبرضو انت بتقسم الاكل، يعني مثلا بيبقى نسبته كبيرة عندي ذرة عويجة، بعد كده الذرة الصفراء، وبعد كده كمية صغيرة من البادي. خلاص يا رجالة. فايه عشان نظبط الاكل بتاعهم تمام. وتاني حاجة بالنسبة للحمام التحديق، عشان برضو العناصر الغذائية بتاعتهم كالسيوم وكده، وعشان ما تبقاش النتيرة بعد ما تحصي تتكسح او تطلع البيضة بروشت اللي هي
قشرة خفيفة خالص. حصلت معايا قبل كده، كان أول جوز اشتريتهم في حياتي، مكنتش أعرف حاجة لسه عن الحمام وكده، فحصلت معايا الموضوع ده. وبعدين مع الشمس هنستحمل. بصوا يا جماعة هنعمله ايه؟ هناخده طبعا حباية. بص طبعا انت هيبقى معاك سرنجة زي دي ايا كان بقى كام سنتي وخلاص. نسحب واحدة اهي، طلعنا واحدة، نفتح السرنجة بالشكل ده. والله يا جماعة بصوا انا مستني ايه لحظة كده بقى انزل اشتري زغالين، او طبعا الحمام هيقعد فترة قبل ما يحسي اصلا ويعمل، عشان انا برضو السبب في كده، فنستحمل بقى يعني فاهمين، عشان انا عايز اطير بجد، وبرضو الجو ما يسمحش، بس انا ايه عايز اطير شوية زغالين. طبعا بصوا يا جماعة انت هتحط السرنجة كده فيها اهي باينة معاكم كده، وتبدأ تسحب. طبعا مثلا ايه سحبنا اهو براها، طبعا ما هي هتاخد معاك وقت عشان الزيت بتاعها تقيل، يعني عقبال ما يتسحب اصلا زيت تقيل. بصوا بصوا عامل ازاي، يعني بينزل ببطء اصلا. فاحنا ايه نستنى دقيقتين كده عقبال ما نسحب بس الكمية دي. طبعا هتعمل ايه بقى، اسحب نص سنتي واديه ببق النتاية خلاص لمدة كام يوم، 3 ايام. 3 ايام ورايح 3 ايام كمان واديهم 3 ايام كمان. بإذن الله بإذن الله النتاية اللي عندك منيزة خلال أسبوع، وهتلاقي النتاية محصية إن شاء الله. طبعا عملتها برضو مع النتاية اسمه ده يا ربي أزرق قطيفة دي، والله ما كملت أسبوع ولقيت النتاية محصية، وبعد كده رحت مطلعهم فوق بقى يعني استنوا معايا شوية بقى بس الزيت بتاعها ده تقيل يعني فاهمين ان هو بيتسحب بالعافية. يعني دلوقتي لو سبت السنجة هترفع لفوق، بصوا رفعت لفوق. بص انا مشيت كده. يا مسهل يا رب. طبعا بصوا يا جماعة سحبناها اهو. طبعا نخلع بقى دي ونغطيها بالغطا بتاعها خلاص. الغطا بتاعها اهو ايه عشان متتلوث. طبعا الحباية اللي عملت معانا 1 سم تمام، عملت معانا 1 سم. فانا دلوقتي عندي كام طيرة؟ ادي 1 2 3 4، عندي 4 طوائر، يعني اسحب واحدة كمان دي هتدي 2 سنتي خلاص. طبعا انا بديهم ليه برضو اللي هم حتى مش مليسة. طبعا دي برضو فيها مواد غذائية، هفتح لكم الشطة بتاعتها دلوقتي وهصورها لكم وهحطها لكم هنا خلاص. فيها مواد زنك ومش عارف ايه وحاجات ياما وفيتامين د وحاجات ياما يعني برضو مفيدة فاهمين. طبعا مفيدة برضو للحمام. فاحنا هنبدأ نمسك النتاية اهي دلوقتي. عندنا أول نتاية بسم الله، هي قاعدة في الطاجن شكلها هتحصل. استنى هنجسدها كده. بتكون حصى يعني. فاكرين الحته اللي قلت لكم عليها تحس ان هي كده مدهنه بس هي مش مدهنه، هي عامله كده والله. يعني كمان 3 ايام بالظبط هصورها لكم وهي محصيه ان شاء الله. طبعا عشان الحمام انتوا عارفين اول ما بيطلع بيجي ايه الظرف بتاعته، واحنا هنديها لها على السريع كده. بس نفتح بقها هيعطينا لها. طلعنا النص اهو، فاضل النص التاني اهو. بص على ما التاني الباب مطرح ما الدنيا بتشتي جامد بينشف. طبعا نسحب على الطيرة التالتة يا جدعان. طبعا انا بوقف الفيديو عقبال ما اسحب اصلا عشان ايه طلع نص واحدة اهي. الباب كل ما افتح يبقى الموبايل يقع. بص استنى انا خايف ايه. ايوه بس
تعالى نجيب النتاية الأخيرة اهي. جوز نص الأخير اهو. كده ايه رجالة، احنا عطينا بقى ايه السترة دي كده. طبعا الترة ايه اللي انا قلتلك عليها دلوقتي. بص السترة طبعا بتخنن وكسر ديلها اهي تمام. هتلاقي يعني لما نسيبوها شوية تهدى، عشان هي دلوقتي ايه خايفة عشان احنا فاتحين الباب. هتلاقي برضه كسر ديلها ستيكة كده واحدة، والدكر بيزوف لها مكان. خلاص دي الترة على وش ايه بياض. الفيديو الجاي ان شاء الله لو عايزيني اتكلم ازاي تعرف القص دول شغالين ولا لأ، قولولي في الكومنتات. طبعا معلم زولت سلام على طبعا الفرد ده يا جماعه، استنى هقول لكم برضه. الفرد ده اول ما طلع لي خالص، الفرد ده اول ما طلع خالص كان ابيض، حرفيا كان ابيض وفي نقط بس ايه اللي هو رمادي كمان مش رصاصي. تاني كل ما يقلش راح قلب على صابوني كده. بس ما شاء الله لونه حلو يعني مميز. طبعا الفرد ده ايه بقى في ايه، فرد استراري تمام ازرق، قصدي فضي. خلاص مع نتاية شقلباز زرق. ودي برضه نفس الكلام بس دي اكبر منه، دي اول عش. طبعا كان اخوه بقى اللي في العش كان فرد اسود خالص، فاهمين اسود اللي هو منجم. فانا قلت ايه دول شبه بعض، رحت واخد ده مع ده وده مع ده. والتاني برضه الدكر بتاعها كان اسود برضه. خلاص الموبايل كان هيقع تاني. بصوا مش عارف الزيت بتاع البتاع ده بيزحلق. طبعا ده لما قلت لكم ان شاء الله يوم الجمعه الجايه هحاول انزل ان شاء الله، يا رب بس ما كسلش وانام. بصوا انا ايه المفروض احنا ننزل المعادي كلها دلوقتي. طبعا دي انا كنت بحط فيها الزباله بتاعت الحمام، طبعا اتقلبت. هضطر المها واخدها معايا انزلها تحت هرميها في الشارع. خلاص يلا ايه نضفه بالمره بقى. بس كده يا جماعه كان الفيديو بتاعنا قصير. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.